مرحبا مرحبا بكم. اليوم وصفتنا هي البغرير ما يتعجنش، ما يتاخدش ميكسور وما يتخدمش بلو بغا ميكسور، وما نزيدولوش الفارينه وما نزيدولوش الخميره الكيميائيه بيد وحده وتحصلوا على اروع نتيجه. بغريرنا متقد ماهوش مكدس وماهوش معجن. بغرير جدات الحراج، جبت لكم اليوم الكيل بالميزان والما كيلته لكم باللتر. البنات راح نجاوبكم على كامل التساؤلات حميمر بسم الله ما شاء الله. اذا قبل ما نبداو ما تحرمونيش من هذاك الجام والاشتراك في القناه فضلا، وبسم الله صلاه على رسول الله على بركه الله. نبداو اول شيء نبداو مع السميد. السميد حبيباتي حاولوا انكم تحصلوا على هذاك السميد يكون اللون تاعو ابيض، وايفيتيو البنات السميد اللي يكونوا يخدموا به المسمن ولا المحاجب، حاولوا انكم تتجنبوه. اذا كان ما لقيتوش هذاك السميد الابيض، مش السميد اللي يصلح للمحاجب البنات، اذا كان ما لقيتوش هذاك السميد الابيض، اشروا السميد الاصفر مش تاع المحاجب يعني والمسمم، وفوروه وخلوه يبرد، واعتمدوا الطريقه اللي راني ندير فيها. هنا البنات عندي نص كيلو تاع السميد، قلت لكم الكيل راهو بالميزان وباللتر. عندي نص كيلو تاع السميد ما يعادل 3 كؤوس وربع من كأس وريد. فوالا 3 كؤوس وربع ولا 3 كؤوس بومبي يكونوا هرميين. البنات ديما نقول لكم السميد لازم يتغربل، لازم تغربلوا السميد. هنا يقدروا نلقاو فيه شوائب، نلقاو حبيبات، نحاولوا انه نتخلصوا منهم ولا النخاله. كاين البنات اللي يقلقوا، ما لازمش تقلقوا حبيباتي، كاينه اللي مولفاش تخدم البغرير وتتشهى. زدت هنا ملعقه متوسطه من الملح، نخلطوها حبيباتي ونمروا مباشره الى الخميره، خميره الخبز. نستعملوا هنا الخميره، نستعملوا ملعقه متوسطه فقط لا اكثر. ملعقه متوسطه من خميره الخبز نعملوها، ونزيدوا حبيباتي نجيبوا هنايا المكون اللي درنا هذاك الاحمرار اللي هو العسيله. نجيبوا العسيله نتاعنا ملعقه متوسطه، ما نديروش اكثر البنات، لو كان تعملوا اكثر قادر يتحرق لكم البغير. نتمنى انكم حبيباتي تتقيدوا لي بهذه المكونات، ما تزيدوا ما تنقصوا هكذا. وراني عندي وصفات اخرى في القناه يعني نفس الوصفه نفس الاستيوس، ولكن بكيل اخر مش نفس الكيل. نجيبو هنا الزيت البنات، زيت المائده راني عملت ملعقه كبيره، ولا تعملوا 3 ملاعق متوسطه من زيت المائده. زيت المائده على حبيباتي، اول حاجه يعطيكم هذيك القرمشه اللي تكون برا من برا، وتاني حاجه ما يخليوش البغرير نتاعكم يتخرف. كاين اللي يقولوا له البغرير، كاين اللي يقولوا له الغرايف، كاين اللي يقولوا له القرصه، كل واحد كيفاش يقول له. وانتم من اي منطقه واش تسموه البنات؟ نتمنى انكم تقولوا لي واش تسموه البغرير هكذا. مزجت هذوك المكونات جيدا، والان جبت سرفيته هكذا باش ما تبوجينيش القصعه نتاعي. وعندي نصف لتر من الماء الدافئ، نصف لتر البنات، ما راحش تستخدموا هذا نصف لتر، راح نزيدوا من بعد. نصف لتر يعني فيه 250 سنتي. نصف لتر البنات يعني فيه 50 سنتيلتر. اذا نصف لتر من الماء، ونبدا نطم في العجينه نتاعي غير بالعقيله. نضيف الماء ونطم بالعقيله، ما نديروهاش يعني وحده تقول لي وعلاه ما نضيفوش الماء ضربه مره. لا لا، هذه هي الطريقه التقليديه تاع البغرير، الطريقه التقليديه. يعني لو كان تشوفوا لي كومونتير اللي كاينين في القناه في لي فيديو السابقين، تقريبا كل المناطق الجزائرية راهم يخدموا بهذه الطريقة. وحتى بعض يعني الإخوة المغاربة يعني علقوا على الفيديو ويقولوا باللي هما في أصلهم وفي جداتهم وأمهاتهم كانوا زمان يعملوه بهذه الطريقة. يعني الطريقة هذه راهي مشهورة. اذا نطمه كما الكسره الخسيس، نطم البغرير نتاعي، نطم العجينه نتاعي، نتحصل على عجينه طريه كما العجينه نتاع الكسره. فوالا كما راكم تشوفوا هكذا. لما نطم العجينه نتاعي مليح مليح، نبدا نضيف الماء البنات. هنا بكف يدي البنات، نستعمل الكف، نعمر كف يدي ونحطها، ونبدا نحك بالكف نتاعي كما راكم تشوفوا في الصوره، غير بالعقيله هكذا نحكها، نقطع نحك حتى نكمل هذيك الكميه اللي حطيتها ويشربها السميد نتاعي. نزيد نضيف كميه اخرى ونفس الحكايه.
غير بيد وحده البنات. انا هاد الكميه راني استخدمت يد وحده، يدي الثانيه ما حطيتهاش كامل في القصعه، ما خدتليش حتى 5 دقائق هكذا. نحط الماء ونحك بيدي، راني مانيش مسرعت لكم الفيديو باش تلاحظوا الصوره كما راها هكذا. شوفوا البنات، في الاول راح يجيكم شويه صعيب للفتح ومن بعد صايم. وهنا راني عملت تسريع الفيديو باش نكمل لكم ليه هكذا. نحط في كف يدي ونحك العجينه نتاعي حتى نشوفوها راح تبدا تطلق البنات. راني كملت نصف لتر الاول، راني مع النصف لتر الثاني. هذاك النصف لتر البنات راني طميت به العجينه وبديت نطلق فيها، ودركا راني نستعمل في النصف لتر الثاني. بالنسبه لهذا البغرير البنات راهو خدالي 3 كؤوس، يعني راهم بومبي ولا 3 كؤوس ممسوحين وربع من السميد. خداو لي 5 كؤوس من الماء. والان نعطيكم الكيل باللتر. نصف كيلو من السميد راهي راح تاخذ لي البنات لتر ناقص منها 15 سنتيلتر، يعني نصف لتر خديته كامل الاول، النصف اللتر الثاني بقى لي منه 15 سنتيلتر، يعني 50 سنتيلتر بقاو لي منه 15 سنتيلتر هكذا. لاحظوا معايا راني قريب نكمل. العجينه نتاعي راهي تلقس معايا. كيفاش نعرف القوام؟ القوام البنات يجيكم ثقيل شويه تاع لي كريب. اذا كان شكل لكم حبيبات في البغرير تاعكم ما تقلقوش، لما يريح ساعه او ساعتين راح تلقاوه عادي هكذا. بقى لي 15 سنتيلتر كما قلت لكم البنات من النصف لتر الثانيه هكذا. الان كيفاش نفرغوه؟ نميل القصعه على كفي هكذا بالطريقه هذه. هذا الكف اللي راكم تشوفوا فيه راني ميله عليه القصعه باش يهبط البغير مع يدي في الطنجره نتاعي. راني درتو في الطنجره، ديروه في صحن كبير، ديروه في بورطمونجي، في اي حاجه حبيتو البنات. المهم تغطوه وتخلوه يريح من ساعه الى ساعتين ويجيكم من اروع ما يكون. انا هنا ساعات نخليه ليله كامله 3 ايام عادي، ولكن في الثلاجه. اذا كان راح تخدموا هذاك النهار حطوه في الثلاجه ساعه او ساعتين ولا برا الثلاجه، لكن في الثلاجه احسن هكذا. راكم تشوفوا في القوام راح نعملو هنا، انا راح نعملو ساعتين في الثلاجه ونعاود نشوفكم. هنا هاوليكم البغرير تاعي بعد ساعتين راكم تشوفوا راهو اختمر من الفوق والماء بقى لي لتحته ولكن نورمال. راح نعاود نمزج المكونات جيدا حتى يولي لي القوام الاول هكذا. بالنسبه للبغرير انا هنا حبيت نضيف له البيض. بزاف بنات يديروا لي في لي كومونتير ويقولوا لي البغرير التقليدي ما فيش البيض. لا لا حبيباتي، كاين مناطق يعملوه بالبيض، كاين مناطق ما يعملوهش بالبيض، كاين مناطق ما يديرولوش كامل الخميره، يديروا له غير البيض البنات ويجي يعني مثقب ومنفج هايل هايل. والان نروحو نطيبوا البغرير نتاعنا. نحطوا الطاجين على نار متوسطه البنات، ومن بعد ما يسخن ندهنوه بشويه تاع زيت المائده بطريه في قماش ولا بلي بابي، ونخلطوا البغرير تاعنا. كل ما نهزو نخلطوا في الطنجره ونحطوه كما شفتوني ويطيب لنا. بسم الله ما شاء الله، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله طبقوا الوصفه وتصلح معكم وتنجح لكم البنات. كي تكونوا طيبوا فيه لما تشوفوه بدا يلصق لكم شويه عاودوا دهنوه بشويه تاع الزيت، لكن ما تكثروش البنات، ديروا كما شفتوني باش ما يحرق لكمش البغرير ويولي كما النايلون تحته هكذا. نتمنى انه نكون جاوبتكم على كامل التساؤلات فقط حبيباتي. كاين بنات يقولوا لي اش نقدروا نطيبوه في مقله؟ اكيد تقدروا البنات، لكن تكون ثقيله المقله، تكون ثقيله مليح، دهنوا بشويه تاع الزيت وطيبوه. فقط البنات ما راح تخرج لكم يعني نفس البنه ونفس النتيجه الصراحه. هنا راني نعمل في البغرير انا لازمني ناكلو يابس البنات، نيبسو مليح في الطاجين. شكون اللي كيما انا نيبسو مليح في الطاجين وندير له الزبده والعسيله ويا حبذا لو كانت تكون الزبده الحره يعني تاع البقرات ونطيبو وناكلو عادي. وهاي لكم البغرير كيفاش طري خفيف ماهوش معجن بتاتا البنات. نتمنى انكم تعملوه وتنجحوا فيه. تهلاو في رباحكم وفي صحتكم وفي وليداتكم وفي ديوركم. ما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم.